لو عندك نص كيلو فراخ بانيه، يلا بينا اقولك هنعمل بيها ايه. سندوتشات شاورما احلى كتير قوي من المطاعم. هنحتاج نص كيلو من الفراخ او من صدور الفراخ. هنحتاج بصل باودر، توم باودر، كمون وكزبره، جنزبيل وبابريكا، ملح وفلفل اسود وشطه. وكمان هنحتاج كوبايه زبادي وخل وزيت زيتون. هناخد بقى صدور الفراخ بتاعتنا ونقطعها شرايح بالشكل ده رفيعه عشان تستوي معانا بسرعه. هنقطع كل الكمية. طبعا الفراخ تبقى نضيفة ومنضفينها كويس، غسلينها بمية وخل عشان تبقى ما فيهاش زفارة وتبقى كويسة جدا. بس كده قطعناهم كلهم بالشكل ده. هنحطهم بقى في البولة ونبدأ نحط عليهم التوابل بتاعتنا. التوابل سهلة قوي، موجودة في كل بيت. وكمان طبعا عندنا توم مفروم فريش خطير، زيت والخل، طبعا خل وليمون. وكمان هنحط الزبادي، والزبادي طبعا اختياري، ممكن ما تحطيش، بس هو زبادي بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. هنقلب بقى الميكس ده كله مع بعضه وهنسيبه في التلاجة ساعة. كده بقى جاهز معانا، شايفين؟ خطير. يلا بينا بقى نعمل التومية. هنحتاج زيت، خل، توم، مايونيز، زبادي ومية ونشا. هناخد المية، هنحط عليهم النشا بالشكل ده، ونحط عليهم التوم ونقلبهم على نار هادية بالشكل ده لحد ما يبقى ده القوام. خطير. هناخد القوام ده اول ما يبرد ونحطه في الخلاط او في الكبة، يفضل خلاط. هنحط عليه المايونيز ونحط كمان الزبادي بالشكل ده والخل وشوية ملح وشوية سكر، يعني حوالي رشة ملح كده ومعلقة صغيرة سكر. بس كده، ونحط بقى كل ده في الخلاط يتخلطوا كويس قوي 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 بالشكل اللي انت شايفاه ده. واول ما الخليط يبقى تمام، هبدأ بقى احط الزيت واحدة واحدة واخلط لحد ما القوام يبقى مظبوط معانا. كده القوام بقى تمام قوي، شايفين؟ هبدأ بقى انزل التومية بتاعتنا. كده بقت جاهزة، خطيرة خطيرة خطيرة، وريحتها فظيعة وطعمها احلى واحلى. هنجيب بقى ووك كبير نحط فيه معلقة من زيت الزيتون، واول ما يسخن كويس قوي ابدأ انزل بالفراخ. ما ننزلش بيه والزيت بارد خالص عشان الفراخ ما تنزلش ميتها. تمام. هديها صدمة من تحت وبعد كده هقلبها من الناحية التانية بالشكل ده. بجد خطيرة وسهلة جدا جدا جدا. اول بقى ما تبدأ تستوي خلاص، تاخد اللون الجميل، هنبدأ نرفعها من على النار وكده بقت خلاص دان. جيب بقى العيش خيار مخلل، الشاورما اللي احنا عملناها، وكمان التومية. هناخد معلقة من التومية وندهن بقى الساندوتش بتاعنا. ممكن تستخدمي العيش الشامي ده او ممكن تجيبي عيش سوري من اي محل بتاع شاورما، هيدولك على طول بالشكل ده. نحط بقى الخيار المخلل والشاورما بتاعتنا، وبقى ساندويتش معانا خطير خطير خطير. بصوا بجد فظيع، طريقته سهلة قوي 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 بالشكل ده. نعمل واحد كمان، ندهن تومية، خيار مخلل. خيار مخلل طريقته سهلة قوي قوي قوي، وانا اللي عاملاه في البيت. هقول لكم على طريقته والمقادير في فيديو تاني بالشكل ده. والرول بقى الساندويتش بصوا خطير. هنجيب بقى جريل ونحطها على النار، نقطة زيت بسيطة خالص خالص، هدهنها وابدأ انزل الساندوتشات تاخد بقى وش كده من بره عشان كمان تقرمش. بجد بتبقى فظيعة الساندوتش، طعمه خطير خطير خطير. جربوا الوصفة ومش هتندموا خالص. تمام. اول ما ياخد لون من الجنبين هنقدمه بقى مع الخيار المخلل والتومية، وبجد وهمي، لازم 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 تجربوه. بصوا كمان لما فتحته من النص، شكله يجوع بجد، فظيع. هستناكم تجربوها. الله، هستناكم تجربوها وتقولوا رأيكم. باي باي.